شو في؟ خبروني بس شو في؟ ليه كله عم يخطب؟ ليه خطبة ورا خطبة خطبة ورا خطبة؟ المشاهير كلياتها لازم تخطب قبل 2024. انه هو في كلمة سر للكل عم يخطب، او هن هيك بغاروا من بعض وبصيروا كلياتهم يخطبوا، او لازم يخطبوا قبل 2024 لان اذا خلصت 2023 منهم خاطبين خلص سكرنا، او عاملين ديسكاونت على الخطبة على المهر. اذا عاملين ديسكاونت خبرونا، والله يعني انا كمان دغري بروح بخطب. اذا عاملين ديسكاونت ما عندي مشكلة، خلونا نلحق الديسكاونت يا جماعة. انا ليه فايت هيك عم بحكي وصرخ؟ دقيقة افهمكم شو السالفة. شيرين شيرو خيا لشيرين وخيا لنارين وخيا لسيدرا يمكن اسمها، بات عمارة بالمجمل. شيرو خطب، يعني هالجمعتين ما بقى حدا ما خطب. شيرو خطب، وبيسان خطبت، ونارين اخته كمان خطبت، يعني وكله عم يخطب ويتجوز يخطب ويتجوز، الا انا السنجل الوحيد هون. لا، وفوق ما اني سنجل كمان مريض، يعني صوتي تقريبا رايح، يعني اكيد حتحسوا تغيير بصوتي، بس لازم صور لكم فيديو، ما بدي اقطع عليكم. فاكيد قدروا هالتعب، وما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب وشير قبل ما نبلش هالمقطع. Please sarakap whatever. وبفيديو اليوم حنحكي عن اطلالات اليوتيوبر بخطبة شيرو ونقيمها من 10، وفي هيك كم شغلة صاروا بقلب الخطبة هيك لازم نحكي عنهم. هن يمكن منن شغلات مهمة، بس جماعة التيك توك يا زلمة شو قصتكم انتو جماعة التيك توك؟ شو قصتكم؟ لازم كل شغلة تعلقوا عليها او تعملوا من الحبة قبة. المهم نبلش باهم اطلالة، واللي هي اطلالة العريس والعروس. لقيت لكم فيديو ترانزاكشن، خلونا نشوفه سوا. اوه شيل الترانزاكشن. بهالفيديو شيرو لابس ابيض، يا عمي شو ابيض؟ بيج. فيديو لابس لا القريب كتير مأثر علي القريب. المهم شيرو لابس بيج وقميص ابيض، الصراحة يعني عمل حركة حلوة انه كسر الاسود والابيض. دايما اللي بيخطبوا بتلاقيهم يا لابسين اسود يا لابسين ابيض، فكسر الاسود وكسر الابيض ولبس بيج. يعني صحيح هيك مثل شي غريب، بس شي حلو الصراحة. بس هيك ما حسيت الصباط كتير لابق مع البدلة. والله حاسس حالي موديل هيك قاعد عم بقيم واحكي. الصراحة يعني اللبسة حلوة، بس هيك حاسس فيها شي ناقص او شي غلط او شي هيك بده تعديل. ف8 من 10. العروس ما قيمتها لانه في فيديو كامل هي وعم تفرجينا الفستان، فتعالوا نشوفوا سوا. هيدا العروس وهيدا فستانها. تفضل يا حبيبي. فستان زهر. اوكي بنات، انا شاب. هو عم تحكي مع البنات، انا شو خصني؟ طيب بجنن حبيبي بجنن. بس هون بده شوية تظبيط، خليت هدول الأصابع يكونوا مبينين من الكفوف عشان قدرت. عم تحكي تفاصيل الصراحة ما بتهمني، فخلونا ندغري نقيم الفستان لبست له هيدول اليوم، ما بعرف شو اسمائهم، وعم بتقول مش ظابطين كتير، وتفاصيل ما بتهمنا الصراحة. هلا الفستان كمجمل هيك من فوق لتحت، الفستان لونه بينك انا الشاب الانجليش بينك. الفستان لونه زهر، وزهر مقلم. دقيقة بنات، انتو البنات انتو مشكلة. مش تيجي تقولوا لي هلا هيدا منه زهر، كيف شايفه زهر؟ هيدا بيبي بينك وبلو بينك ومدري شو ما بعرف شو بتخترعوا اسماء انتو. يعني انه نحن الشباب نحن بس بنشوف الزهر لون واحد. انتو كيف بتشوفوه على 50 لون ما بعرف، كيف بتشوفوا الاحمر 70 لون ما بعرف. هذا زهر. اذا بتيجي وحده هلا بتقلي بيبي بينك وبينك فاتح وبينك غامق. لا يا راجل. نرجع لموضوعنا. هي قالت انه اذواق وما اذواق وهيك. الصراحة هي عجبها كتير، ويمكن مقيمته 10 من 10 هي، بس انا بقيمه 6 من 10. الصراحة ما كتير عجبني، يعني ما حسيته فستان خطبة يعني هيك. انه وحدة عم تخطب تكون لابسة هيك فستان، يعني كان لازم تلبق هي وشيرو اكتر. ف6 من 10. نجي للاطلالة اللي بعدها، واللي هي اطلالة نارين. الصراحة اطلالة نارين كانت كتير حلوة، هي وخطيبة اثنيناتهم اطلالتهم كانت كتير حلوة، وبتتقيم من 8 و9 من 10. الاطلالة كتير حلوة، يعني هيك فستان ابيض مقلم من فوق مفتوح شوي من تحت مع سكاربينة. يعني الصراحة أنا شاب وعجبتني إطلالتها. وإطلالة رامي يمكن اسمه خطيبة كمان كانت إطلالته كتير حلوة هيك بالأسود والأبيض كلاسيك، يعني البدلة الكلاسيك كانت كتير حلوة إطلالته. وبعدين هو يعني إطلالة يعني هو هيبته حلوة. يا جماعة أنا أول مرة بعمل فيديو عن إطلالات اليوتيوبر. حس حالي في وحدة اسمها نينا يمكن هيك بتقول هاي اللبسة مش حلوة، هاي اللبسة ناقصة هيك، هاي اللبسة بدها هيك.
حس حالي هيك يعني اول مرة بعملك فيديو. وبنجي للبسة شيرين وجلال. يعني جلال دغري دغري من اللبسة اسود على اسود، ودغري هربان على الاسود. الاسود دايما 10/10. يعني الاسود بالبدلة واللبسة والهيك دايما تقييمه 10/10 9/10. يعني هو لا ناقصه المحرمة وناقصه ساعة، يمكن لابس ساعة بس مغطاي، بس لازم كان يلبس ساعة كلاسيك أو هيك شي، وبتطلع أطلالته كتير بتعقد. وغير هيك جلال فيني أعتبره مثل كان رفيقي أو رفيقي، ما بعرف شو فيني أعتبره، بس جلال كان رفيقي زمان. كنا نلعب أنا وياه فورتنايت وكول أوف ديوتي حتى قبل الشهرة، فلأنه رفيقي أكيد 10/10. وبنجي لشيرين، الصراحة كان بدي أعطيها 8 أو 9/10 على الصورة المتصورتها مع جلال. رجعت فتح حسابها وعم شوف الفستان شو هو. يا جماعة الفستان من فوق كتير حلو، بس من تحت بالمرة يعني نزع الفستان، روح له هيبته، روح له تقييمه. ما بعرف إذا هيدا موضة أو هلا بيطلع الفستان حقه $100,000، بس إنه يا جماعة ما بعرف، ما حسيته كتير حلو. انتو شو رأيكم بالفستان؟ يعني أنا بقيمه 6/10 أو 5/10 كمان. يعني الصراحة كتير حسيت إنه انتزعت إطلالتها بهالفستان. خلونا نوقف إطلالات اليوتيوبر شوي وتقييمهم، هلا بنرجع بنحكي عنهم بآخر الفيديو، ونشوف الدراما والكرنج اللي صار من وراء أنس وبيسان. يعني هو شيرو عزم أنس وعزم بيسان وعزم محمود على الحفلة. شو صارت جماعة التيك توك بقلب الحفلة؟ شوفوا معي تعالوا شوفوا هالفيديو. بيسان عم تغني وأنس واقف يتفرج. بيسان عم تغني وأنس عم يرقص. لايكم هو منه واقف اساسا، هو عم يرقص الصبي، ويمكن طلعت وجهه بعين الكاميرا او بشي. جماعة التيك توك دغري عم يطلع ببيسان، بعده مشتاق لبيسان، بعده ما تخطى بيسان. يا عمي خلص خلصنا منكم ومن بيسان ومن أنس، يا عمي قرفتونا. ولقيت فيديو تاني بس هالمرة بالعكس، هالمرة بيسان على اساس عم تطلع بأنس. أنس شوفوا يا جماعة، ليك بطلكم الفيديو. اخونا احسان او اختنا احسان بطأت لكم الفيديو لتفرجيكم نظرة بيسان هي وعم تطلع بأنس. بس هو اجا انس هون، شوفوا شو عمل انس، شوفوا شو صار يقول انس. هو جاي يتغزل بلين، يعني هو جاي يتغزل بلين. على فكرة انس بتحسوه حيصير للين. حكى عن فستان لين، شو كتبت هيدي احسان؟ قصده عن فستان بيسان. رجع حكى عن شعرها لين كمان، كتبت هي انه بيسان قصت شعرها. لازم يعملوا دراما يعني. طب بركي الزلمه عن جد عم يتغزل بلين، بركي عن جد هو فايت مع لين ريليشن بس من تحت الكاميرا وبلا ما حدا يعرف عنده. يعني هو كل فيديو كل هيك عم يتغزل بلين او عم بقيم لها اطلالتها او شي من هيك. ف يعني ضروري يكون عم يتغزل ببيسان. خلص يا جماعة تخطوا بقى، خلصونا من أنس وبيسان، خلصونا منن. خلص صار في هلا بيسان ومحمود. حكينا عن أنس، خلينا نشوف إطلالة أنس من أيامها من 10. إطلالة أنوسي لخطبة شير وشاهد. لا بس ليكو الإطلالة حلوة يعني الصراحة، لبسته حلوة ليكو الصراحة لبسته حلوة، يعني إطلالته حلوة. قلت لكم دايما بس بدكم تهربوا من التقييم وتهربوا دغري تاخدوا 10/10، البسوا اسود باسود. يعني بتحسوا اساسا كل اليوتيوبر صاروا عم يلجأوا للاسود اكتر من انه يجربوا الوان جديدة، كرمال بس اليوتيوبر اللي مثلنا ما ينتقدون. فاطلالة انس بنعطيها 9/10. والله اطلالة كتير حلوة يعني الصراحة. خلينا بأنس، لقيت لكم فيديو عمل فيها انه هو صاحب خطيب نارين بيوتي. شوفوا معي. ايش البدلات الحلوة، ايش الشياكة، السلام عليكم. الشياكة، السلام عليكم. البدلات الحلوة ابو الياس، ابو الياس بالسوشيال ميديا. حبيبي يا برو. ايش حبيبي يا برو. يعني خلاه يسلم عليه غصب عنه. يعني هو الزلمه واقف مع اصحاب شركات وبنوك ومدراء ورجال اعمال، اجا انس ابو الياس عامل فيها صاحبه. انس خف علينا شوي، يعني خف علينا. ضل يحكي لحتى هيداك قرب خلص، انه قرب بوس وسلم عليه حتى ما يخسفوا، حتى مسك ما يخسفوا. يعني بيقولوا يخسفوا او يكسفوا، طب حتى ما يكسفوا ما تزعلوا. ابو الياس قديش بتحبني من 10؟ يسعدك والله يا زلمه انت ما شاء الله. والله عسل يا ابو الياس حبيب القلب. مصر انس يبين لنا انه هو صاحب خطيبه لنارين، صاحب ابو الياس، وانه هو هيك باين عليه خطيب نارين بيوتي، يعني باين عليه حباب وطيوب والله.
وبنجي للإطلالة اللي بعدها واللي هي إطلالة كومبو لبيت عمارة. فأكيد دغري 10 من 10 لأنه هو بيت عمارة كلهم مجتمعين سوا. وغير هيك لأنه الماما عمارة موجودة بالنص. الماما عمارة فستانة بعقد، يعني هيك بتطلع على بعيد بتشوف فستانة. فدغري دغري 10 من 10 لأمن لبيت عمارة. يعني الصراحة الفستان والتسريحة كتير حلوة، عطول إطلالتها حلوة، وهي هيك بتحسها محترمة وبتتعامل منيح وبتحسها كتير منيحة. وحكينا عن إطلالة شيرين وعن إطلالة نارين، بنجي للإطلالة اللي بعدها واللي هي إطلالة سيدرا. فستان سيدرا حلو جاي قريب على فستان نارين. يعني الصراحة فستان حلو، بس تسريحة شعرها لسيدرا نازعتها. يعني هالتسريحة بحسها كتير قديمة. فكان لو عاملة تسريحة غير أو تسريحة أجمل من هيك كان طلعت أجمل وأجمل. بس نحنا مش عم نقيم بلا عم نقيم التسريحات والفستان. فالفستان بنعطيه 9 من 10. الفستان كتير حلو، أما التسريحة بعطيها 3 من 10. نجي للإطلالة اللي بعدها واللي هي إطلالة بيسان ومحمود. بس صراحة فستان بيسان كتير حلو. يعني إذا حبيبك طار البس له أحمر، يعني إذا أنا ستار البس له أحمر. حتى أنا عم بحكي عنهم من شوي، كنت عم لكم خلاص ما فينا. يعني أنس وبيسان لازم نضل نزركلن. بنرجع للإطلالة، الفستان عن جد كتير حلو، بنعطيه 9 من 10. وبنجي لمحمود كمان لابس أسود بأسود مع بابيون حمرا هيك مع الفستان يعني تاع البيسان. فالإطلالة كمان كتير حلوة، وبنقدر نعطيها 8 و9 كمان 9 من 10. يعني لابس ساعة كلاسيك أسود بأسود وأحمر من هون، يعني 9 و10 من 10 كمان إطلالة لمحمود. نجي للإطلالة اللي بعدها واللي هي إطلالة رغودي. يعني شو بيهم كلهم لابسين أسود بأسود، كاسرتهم بشوية أحمر بالمناقير وبالحمرة. بس والله إطلالة رغودي كتير حلو. يعني الفستان أسود مع منديل أسود. يا أخي الإطلالة المسطرة دايما بتجي حلوة. إطلالة كتير حلوة. يعني أنا بعطيها لرغودي مع هذا الجزدان وساعة وهيك، يعني بعطيها 10 من 10. عن جد إطلالة حلوة لرغودي. نجي للإطلالة اللي بعدها واللي هي إطلالة لينو وإختها. الصراحة إطلالة حلوة، إطلالة مميزة. يعني هيك بالبوردو جايين صحيح نفس الفساتين تقريبا بس غير ديزاين. يعني هيك زايدين، هذا الفستان زايدين عليه شوي وهذا الفستان زايدين عليه شوي، بس الفساتين كتير حلوين وفينا نعطيهم 8 من 10. هيدي حبيبة أنس لازم نظبط له إياها، خلاص ما تزعل يا أنس. 9 من 10. وبنيجي لآخر إطلالة معنا اليوم واللي هي إطلالة سيماندو شهد. الصراحة أحلى أطلالة طلعت معنا اليوم هي إطلالة سيماندو شهد. الفستان كتير بعقد، الحجاب كتير بعقد. يعني الفستان أنا كتير عجبني. أنا بس شفت الإطلالة فكرتها هي العروس، مع إنه بعرف إنه هي خاطبة ومتجوزة. بس يعني لو خطبتها يمكن بخطبتها ما لبست هيك فستان كتير حلو. يا جماعة جد اللبس المسطر الحجاب دايما عم بيكون أجمل إطلالته أجمل من 1000 وحدة مفرعة. ما بعرف إذا هذا رأيي بس ولا رأيكم كمان، حطولي بالكومنتات شو رأيكم انتو. فإطلالة سيماندو شهد بنعطيها 12 من 10 و10 من 10 واللي بدكن إياه، لأن عن جد إطلالة كتير حلوة. وبهيك بكون وصلنا لنهاية مقطعنا. إذا عجبكم المقطع ما تنسوا تقدروا التعب وتعملوا لايك سبسكرايب وشير. يعني الصراحة كل شوي يكون عم بحكي واجي لاسعل فانزل تحت الطاولة اسعل ارجع اطلع اكمل الفيديو. فالفيديو بدل ما صوره مثلا بساعة اخذ معي ساعتين. فعن جد قدروا هالتعب، لان ما بدي اقطع عليكم بسلسلة بلا قطعة. لازم كل 2-3 نزلكم فيديو. فكرمال هيك عم بتحدى شوي المرض، بس كرمال ضلنا عم نزلكم. فاعملوا شير سبسكرايب، شيركم بجيب غيركم. وكان معكم حمزة، السلام.